بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع فيديو جديد. هنعمل فيه حاجات صيفي، يعني صيفي، أكلة حلوة جدا، حرشة وصيفية كده، وممكن تاخديها وتنزلي، تقعدي على البحر تاخديها وتعملي أي حاجة، يعني بجد تتفسحي. حلوة جدا وأحسن من بره طبعا وأضمن. النهارده هنعمل حواوشي. طبعا الحواوشي مفيش حد فينا ما بيحبهوش، وهتبقى حلو جدا، وبيبقى سهل، وأكلة ما تخليكيش تقفي في المطبخ كتير. وهتشوفي النهارده تكات فيها حلوة أوي، هتبقى لذيذة جدا. أنا طولت عليكم في المقدمة، وأنا آسفة لصوت الرسايل دي، لأن أنا مش عارفة أوقفها ازاي الصوت ده. بس أنا مش هقدر أعيد تاني التسجيل، يعني هي مش مزعجة أوي. هنا هنجيب ان شاء الله، هنعمل جنبه كمان بابا غنوج، اللي هو احنا طبعا متعودين عليه. يعني صحي طبعا، وانا بنعمله وبيقعد في التلاجة على طول، يفضل قاعد معانا. بنعمل كمية كبيرة كل أكلة، كل غدا، كل ساعات والله بيبقى فطار وعشاء، لأن هو ما فيهوش أصلا هيبقى توم وحاجات حريفة، يعني تحرق القلب وكده. بيبقى حلو جدا ومغذي. هنبدأ الأول بالحواوشي. هنعمل طبعا، نجيب اللحمة وهنعمل نفرمها أو مفرومة. وتقولي له لو هتجيبي من الجزار إنك هتعملي حواوشي، عشان بيحطوا حتة فيها، بيحطوا زيادة شوية نسبة الدهون يعني. وبعد كده جبت بصل، جبت بقى 3 بصلات كبار. قشرتهم، ده نص كيلو لحمة مفرومة. فأنا هعمل عليه ال3 بصلات دولت. وأنا من عادتي دايما أعمل صلصة أو أعمل أي حاجة، بشيل حبة على جنب من أي حاجة، وبعدين أزودها. ساعات بتبقى زيادة عن اللزوم، فالحاجة اللي يعني الصلصة مثلا تروح على الفاضي، وكان ممكن أستفاد منها يوم تاني، أو تكون ناقصة. واحب ازود دايما، بخلي فيه عندي احتمالات يعني. فانا عملت ال3 بصلات الكبار دول، وجبت فلفل. طبعا انا بجيب بارد عشان الولاد عندي ما بيحبوش الحامي، بس احنا بنحط في اللي هو الرغيفه بتاعتنا احنا. بحط فيها، بقطع فيها فلفل حامي. طبعا هو حلاوته طبعا انه يبقى حامي. هنضفنا البصل، وبوريتكم الطماطم دي اللي هي الطماطم عامله طويله كده، عامله زي الكمثرى بيقولوا عليها تقريبا. بتبقى دي فيها لحم اكتر من الميه، فدي هي اللي هتنفعنا. احنا مش عايزين الميه اللي جوه، عشان ما تعملش طبعا في العيش وكده. احنا هنقطع الطماطم الحتت اللي بره. فعشان كده الطماطم دي احسن نوع طماطم ينفع للحاجات دي، بس طبعا اي نوع طماطم عندك هيمشي. اخدنا البصل فرمناه، بنفرمه ناعم طبعا عشان ما يبانش في الاكل. لان ده مش هيتحط على النار ولا حاجه، فبيتفرم ناعم في الكبه. فرمت ال3 بصلات. وبعد كده جبت اللحمه، حطيت عليها البصل. وزي ما قلت لكم انا هحط البصل، وبرده هسيب حبه على جنب من البصل، يمكن يكون كتير. فاحنا نبقى نشيل الحبه دول، انا بشيلهم في كيس في الفريزر، وبيبقى بينفعني جدا في وقت الزنقه يعني. او بعد ما حطيت كله لقيتهم كتير، شكلهم كتير، فاخدت حبة تاني. لكن انا بعد كده هحطهم تاني، لاني لقيتهم ينفع يعني انها دي يشتغل. فبعد كده قعدت قلبت البصل، وبعدين نقطع عليه الفلفل. طبعا احنا مش بنقطع الحتة اللي فيها البذر، بنقطع برضو اللحم اللي من بره بتاع الفلفل. وبعد كده الطماطم، هي زي ما بقول لكم الطماطم دي حلوه قوي في الحكايه دي، لانها ما بيبقاش فيها ميه كتير، بيبقى فيها الجلد بتاعها كبير. فانا بقطع الجلد بتاعها، باخده من بره وبقطعه. هو بقى ده، لكن الحته اللي بره دي اللي جوه دي انا مش رميتهاش على فكره. انا حطيتها مع الباقي شويه بصل على الباقي من الخضره، لان انا ما باخدش الخضره برضو كلها. باخد الحتت اللي تحت اللي هي الورق قوي دي، ما باخدش العيدان. حطيتهم على بعض وعملت سلطه جميله والله، وكانت في منتهى الجمال. فاحنا قطعنا الطماطم وقطعنا الفلفل. بعد كده بنعجن بقى الكلام ده كويس جدا كده بايدينا، بمعنى عجن يعني. بنفضل نمشي فيه، نعمل فيه جامد عشان خاطر يبقى فيه الشمع يعني. هنا حطيت، انا بحطش في الحواوشي غير ملح وفلفل اسمر، بهارات لحمه لو عندك، او بهارات حواوشي برضو لو عندك. ما عندكيش الملح والفلفل الاسمر، بيبقى في منتهى الجمال وخطير. انا في حاجه كمان لسه هعملها.
اللي هي اهم تكه برضو بتبقى في الحواشي، اللية. طبعا احنا طالعين لسه من العيد وعندنا حته لية خروف، فبناخد حته كده نبشرها مع اللحمه، بتدي طبعا طعم خطير جدا. طبعا لو عندك طرب منديل، بقايا منديل، الحاجات التخينة دي كمان برضو ممكن تتقطع فيها. اي حاجة بتبقى من زي طعم اللية والحاجات دي بتبقى حلوة قوي قوي في الحواوشي. وزي ما انتم شايفين كده بنبشرها عشان خاطر متبقاش يعني كتل في حتة وحتة ما فيهاش. وده الخضرة بقى بعد كده انا بشيل الحتة اللي قدام خالص اللي هي فيها العروق دي، بقطعها، باخد الجزء اللي تحت اللي هو فيه الورق، ودي طبعا بقدونس، وقطعته رفيع جدا، وعلى على اللحمة برضو. الطعم ده بيبقى الميكس اللي احنا عملناه ده في منتهى الجمال، بيطلع الحواوشي خطير خطير في حتة تاني. وبنقعد بقى بعد كده خلاص كده تمام كل الحاجات اللي احنا عملناها، يبقى احنا حطينا بصل وطماطم بس الجلد اللي بره بس، الحته اللي جوه لا، وفلفل اخضر، و... وبشرنا ليا وقطعنا الخضره بقدونس هي. بعد كده حطيت شويه بهارات لحمه كان عندي، وعجنتهم كويس قوي. طبعا سبتهم على جنب لان انا هعملهم بره في الفرن، لان انا ما بحبش اعجن في البيت، يعني بيبقى تعب عليا قوي. وكمان انا جربتها كتير جدا في اللي هي العيش العادي، اللي هو يعني الحواشي الكهراوي. بس انا من رايي ان هو بيبقى ني، ما بيبقاش حلو لما بحطه في العيش وحطه ني. انا عملته قبل كده، عملت على اللحمه عصاق وحطيتها في العيش، وحطيتها في الطاسه شمال ويمين بحبه سمنه او حبه زيت، كانت حلوه جدا. لكن انا ما جربته قبل كده باللحمه نيه، طبعا وحش جدا. اللحمه العيش شرب الميه من اللحمه والبصل والحاجات دي ولزق، وبقى العيش مش راضي يطلع من الصينيه مع اني دهنيها. وجربته فوق برضو ما نفعش بصراحه، فشلت معايا خالص ال- الحكايه دي. لو حد جرب الحكايه ني في ني دي يبقى يقول لي ويقول لي عمل ايه فيها. بس خلاص بقى ركناها على جنب عشان نعملها في الفرن. وخدنا بقى طلعنا الحاجة من الفرن خلاص استوت، اتشوت يعني. الفلفل اتشوى زي ما انتوا شفتوه كده، وقشرته طبعا بس كان سخن جدا فسبته يبرد كده، بس انا وريتكم في الاول ان انا هقشره، وقشرته وسبته على جنب. وبعدين طلعت برضو البدنجان برضو كان سخن جدا، فانا طبعا لو كنتش بصور كنت سبتهم يبردوا الاول وبعدين، وده انصحك بكده يعني، لكن انا عشان كنت بصور فلازم كنت اعملهم وهم سخنين. قشرت خلاص البدنجان كله، واهو الفلفل كمان قشرته. طبعا بصفي الميه من الاتنين، من البدنجان ومن الفلفل، وباخد بقى السكينه واقطعه كده، افضل افرم في البتاع في البتنجان كده بالسكينه. انا صراحه جربته قبل كده ان اضربه في الخلاط بس طلع ناعم جدا، وانا ما بحبش البابا غنوج ناعم، بحبه يبقى فيه حتت كده. انا اصلا صراحه بحبه كمان مشوي على فوق على على الفرن، على البوتاجاز من فوق على العين، عشان يبقى زي ريحته الشياط كده شويه، ريحته شوي. بس هما ما بيحبوش كده، وكمان عشان هما بيحتاجوا كميه كبيره قوي، فطبعا ما ينفعش الكلام ده على العين فوق، فبحطها لهم في الفرن. بعد كده حطيت عليه الفلفل المشوي برضو، ورحت اقطعه برضو. فضلت اقطع كده مده طويله جدا على فكره لغايه ما ناعم خالص. بعد كده حطيته في حاجه غويطه علشان خاطر هنحط عليه بقى الاضافات بتاعته، اللي هي الحاجات اللي هي السايله، فمحتاج ان انا احطه في حاجه غويطه. ده شكله كده بعد ما اتهرس كله بالسكينه، وممكن بالشوكه زي ما انت عايزه، بس انا مجربتش بالشوكه صراحه. نحط عليه بقى اول حاجه طبعا طحينه، وبعد كده بنحط الخل، وبعدين هنحط طبعا ايه الزيت وليمون. انا بحب الاكتر يبقى الليمون من الخل، طبعا في ناس بتحب الخل اكتر، دي حاجه بقى انت حسب ما انت عايزه. شوف انت عايزه الخل الاكتر او الليمون اكتر، فانت تكتري الحاجه اللي انت بتحبيها. وبعدين حطينا ملح وفلفل اسمر وشويه كمون صغيرين، وبعدين قلبنا بقى كل الحكايه دي بقى في بعضها كده بالمعلقه، تمام جامد جدا طبعا عشان نشوف الطحينه.
بعد كده طبعا احتاجتي، ودي حتة اللي هي هريسة أنا عاملاها، اللي هي الفلفل الأحمر مع الثوم بهرسه مع بعض، وشوية ملح وشوية فلفل أسمر كده في الكبة، وبشيله في الفريزر. طلعت حتة بحطتها عليها عشان بيحبوا الحامي. وبعدين نقلب بقى. احتاجتي بقى بعد كده، شايفة ان البابا غنوج بتاعك عايز طحينة كملي، عايز ملح كملي، اي حاجة بقى تعوزيها زيادة تحطيها عليه. تفضلي بقى تكملي كده لغاية ما تظبطي طعمه، وبعد كده تحطيه على على في طبق، في اطباق. نحطه في اطباق ونحطه بقى في التلاجة. اي وقت تكوني عايزة تعملي ال- البتاع دوت التاكليه، تطلعي وتعملي وتاكلي على طول. لكن يعني ما يبقى كمية كبيرة. وده شكل الأكل طبعا بعد ما عملناه. اللي أنا حطيت على الحواوشي موتزاريلا وعملته في الفرن طبعا. وده بابا غنوج بتاعنا، وده عصير القصب الجميل. وجربوه هتدعوا لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.